مباراة للتاريخ، أول مباراة في كأس العالم للأندية بتجمع بين النادي الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي. تاني أقوى بطولة بالنسبة لكرة القدم بعد كأس العالم للمنتخبات، وهي طبعا كلنا شفنا طريقة لعب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خوسيه ريبيرو، وهي مش هتتغير على الأقل في الوقت الحالي. طريقة اللعب اللي بتتمركز على بناء الكورة من الخلف والتدرج بالكورة، يعني البيلد أب. فانت بتتكلم ان انت مش هتلاقي كور طوليه او كور بلالين والكور العابره للقارات اللي كانت بتحصل قبل كده. كل اللي انا اقدر اقول لك عليه ان اللعيبه بتاعتنا النهارده مطلوب منها ان هي تكون في كامل تركيزها، وفكك بقى من الكلام اللي بيقول لك ده فريق انتر ميامي لعيبه عواجيز، ده فريق مشطب، ده ميسي مش عارف ايه. كل الكلام ده لو اعتمدنا عليه هيزعلنا، لان هيطور في دماغك وهنشوف المباراه بتاعه السعوديه امام المنتخب اللي كانت كده كده مضمونه، وفي الاخر احنا اللي طلعنا مشطبين وعواجيز. نيجي هنا لتشكيل النادي الاهلي واللي هيكون الخلاف الكبير عليه في مركزين، هو الباك ليفت والوينج رايت. طبعا زي ما قلت لك الراجل طريقه اللعب بتاعه بتعتمد على التدرج بالكره من الخلف وبناء الهجمه، وما بتعتمدش على الكرات البالونيه، فعلشان كده هنشوف اتنين مركز 8 والراجل مش هيلعب بمركز 10. تعالى معايا اقول لك التشكيل اللي في الغالب الراجل هيبدا بيه النهارده، مع الخلاف اللي انا قلت لك عليه في البدايه بين مركز الباك ليفت والوينج رايت. من طريقة اللعب اللي شفناها في مباراة باتشوكا، فالراجل في الغالب هيعتمد على طريقة 4-3-3 أو طريقة 4-1-2-3. ما تستغربش من اللي أنا بقوله لك، تعالى وأقول لك وهفهمك إزاي الراجل ممكن يلعب بالتشكيلة دي، وإزاي اللعيبة بتاعتنا تقدر إن هي تخدم على التشكيلة وطريقة اللعب بتاعت الراجل. في حراسة المرمى محمد الشناوي اللي شفناه في مباراة باتشوكا قدر ان هو يحصل عنده تطور في عملية لعب الكورة برجله، وشفناه بيطلع على الكورة. فمحمد الشناوي بتاع المباريات الكبيرة عاد من جديد، فمحمد الشناوي في الغالب هيكون هو حارس مرمى النادي الاهلي امام انتر ميامي. قلب الدفاع الاول مفيش غيره ولا خلاف عليه، احمد رمضان بيكهام، نظرا للمستوى اللي الراجل قدمه في اول مباراه لعبها مع النادي الاهلي امام باتشوكا. وما تنساش ان احمد رمضان بيكهام عنده ميزه كويسه جدا، وهي التدرج بالكوره والطلوع بالكوره، بيعرف يلعب الكوره برجله، وزي ما قلت لك هي دي الطريقه بتاعه خوسيه ريبيرو. فبالتالي احمد رمضان بيكهام افضل مدافع يقدر ينفذ الفكر بتاع الراجل ويقدر يخدم طريقه اللعب بتاعه خوسيه ريبيرو. قلب الدفاع الثاني اما ياسر ابراهيم او اشرف داري، ولكن انا بميل اكتر لياسر ابراهيم نظرا للخبره اللي عند اللاعب ده. مش معنى ان اشرف داري وحش، لا، انت بتتكلم اشرف داري مدافع المنتخب المغربي اللي قدر يوصل معاه لرابع كاس عالم، ولكن ياسر ابراهيم معاك الجرينتا المقاتله على الكوره. انت بتتكلم في افتكاك الكوره، ولكن ياسر بيظل برضه ساعات بيتهز شويه في المباريات. ولكن ياسر عنده ميزه تانية، وهو ان هو ممكن يفيدك بالركنيات او في الضربات الثابته، ان هو بيلعب بدماغه وبيسدد كويس بدماغه، فتعتمد عليه في الركلات الركنيه سواء علينا ولا لينا بقى، بس هو ياسر يعني. باك رايت محمد هاني، وطبعا كلنا عارفين ان محمد هاني قاعد في النادي علشان بطوله كاس العالم للانديه، دي البطوله المحببه لمحمد هاني بيتحول فيها. نيجي للمركز الاكثر جدلا في تشكيل النادي الاهلي، وهو مركز الباك ليفت او الظهير الايسر. طبعا احنا عندنا ثلاثة بسم الله ما شاء الله عليهم لا يعتمد عليهم نهائيا، ولكن كل الدعم ليهم في المباراة بتاعت النهاردة. اولا احمد نبيل كوكا، لاعب عنده امكانيات، ولكن اللي بيحطه ويلعبه في مركز الباك ليفت بيظلم اللاعب وبيظلمنا احنا كمان معاه. تاني لاعب وهو كريم الدبيس. كريم الدبيس قدم مباريات كتيره مع النادي الاهلي، ولكن ينقص اللاعب الخبره، لان ساعات بيجي في مباريات تبص تلاقي مش ده كريم الدبيس، بتحس ان هو لاعب تاني غير اللي احنا اتعودنا عليه او غير اللي احنا كنا بنشوفاه في المباريات اللي كان بيتالق فيها، فبينقصه الخبرات. فعلشان كده انا بميل للباك ليفت الثالث وهو يحيى عطيه الله. ما تستغربش ان الراجل ما لعبوش في مباراه باتشوكا، ولكن انا بقول لك ان يحيى عطيه الله هو الاقرب لقياده الظهير الايسر في تشكيل خوسيه ريبيرو في مباراه الافتتاح امام انتر ميامي. يحيى عطيه الله اللي بيتمتع بخبرات كبيره جدا، سواء مع المنتخب المغرب اللي قدر يوصل رابع كاس عالم للانديه زي ما قلت لك على اشرف داري بالظبط، وكمان اللاعب بيتمتع بخبرات كبيره مع ايام ما كان في الوداد المغربي، ولكن لسوء حظه الاصابات اللي تعرض ليها معانا ما قدرناش ان احنا نتمتع بجوده وخبرات وامكانيات يحيى عطيه الله. وما تنساش ان اللاعب بيتمتع بميزه كويسه جدا، وهي الضربات الثابته، فممكن يكون سلاح نقدر ان احنا نعتمد فيه على يحيى عطيه الله، مع قوه جسمان يحيى عطيه الله في الدفاع
والراجل بيتقدم بشكل كويس جدا في الهجوم، تقدر تاخد منه اوفر 2 حلوين يقدر ان هو يسهل علينا المأمورية. فعلشان كده بقول لك يحيى عطية الله الاقرب لتولي مهمة الباك ليفت داخل تشكيلة النادي الاهلي امام انتر ميامي. نيجي لنص الملعب، مركز 6 عندك اليو ديانج، عندك حمدي فتحي، عندك مروان عطيه. اليو ديانج بيتمتع بالقوه الجسمانيه دبابه زي ما بيقول. مروان عطيه عنده الحته اللي هي بتاعت ممكن يخرج بالكوره ويطلع بالكوره، ولكن انا بشوف ان اللي يلعب في المركز ده هو حمدي فتحي. اليو ديانج بيتمتع بالقوه، مروان عطيه بيتمتع ان هو ممكن يقدر يخرج بالكوره، ولكن اللي المفروض يلعب حمدي فتحي. حمدي فتحي هتعوزه ليبرو متقدم ماشي، حمدي فتحي هتعوزه سيرد باك ثالث ماشي، حمدي فتحي هتعوزه لاعب 6 تمام، حمدي فتحي هتعوزه في منطقه الجزاء يلا بينا مفيش اي مشكله، يلعب في اي حته، خصوصا ان هو الموكل بمراقبه المعزه، ومش اي معزه ده السيد معزه. 2 مركز 8 من افضل المراكز ان لم يكن افضلهم داخل قاره افريقيا، وهم محمد علي بن رمضان وامام عاشور. محمد علي بن رمضان وامام عاشور يعني الزياده العدديه ماشي، يعني الطلوع بالكره ماشي، يعني الالتحامات ماشي، يعني الذكاء ماشي، يعني التصويبات من بعيد والتسديد من بعيد من خارج منطقه ال 18 ماشي، يعني كل اللي انت عايزه من اللعيبه دي تمام يقدروا يعملوا لك، عندهم المهاره، عندهم الكفاءه، عندهم الخبرات الكويسه اللي يقدروا يتعاملوا فيها مع مباراه زي دي، يلعبوا 6 يلعبوا 8 وممكن يلعبوا مركز 10 لو الامر احتاج. الوينج ليفت طبعا محمود حسن تريزيجيه لا خلاف عليه، لاعب حريف، لاعب يعرف يعمل كل اللي انا قلت لك عليه، لاعب ممكن يرجع يغطي ويعمل واجباته الدفاعيه، ولكن عنده عيب واحد فقط وهو انه ساعات بيطول الكره في رجله زياده عن اللزوم، ولكن ده سيظل عيب موجود في كل اللعيبه الكويره. المهاجم طبعا وسام ابو علي، نظرا بقى لوجود فكره ان جراديشار مش جاهز، اصل جراديشار مصاب، حتى في وجود جراديشار ووسام ابو علي في مباراه زي دي لابد من وجوده. وسام بيعرف يعمل الفكره بتاعه الضغط العالي زي ما الكتاب بيقول، وسام ابو علي بيتمتع باللعب بالراسيات، وسام ابو علي عنده سلاح فتاك برضه هو الكرات الثابته، فلازم وسام ابو علي هو اللي يكون موجود. اخر مركز معانا النهارده وهو مركز الوينج رايت، واللي قلت لك عليه خلاف كبير جدا، حته الجاهزيه والفورمه واللاعب جاب اللي عنده وما جابش اللي عنده والكلام ده كله، واللاعب قاعد من زمان بلاش نتكلم فيها، ما بتخشش دماغي خصوصا مع لاعب بمستوى او بخبرات ودماغ احمد السيد زيزو. ده مش معناه ان طاهر او حسين الشحات وحشين، ولكن احمد السيد زيزو في المباراه اللي زي دي يقدر ان هو يعمل لك كل اللي انت عايزه، خصوصا ان اللاعب بيلعب في الجبهه بتاعت محمد هاني ولعبها معاه جدا في المنتخب، ففي تفاهم كبير بينهم. احمد السيد زيزو سريع، الجسمان بتاعه ما شاء الله عليه قوي، البدني بتاعه كويس، يقدر ان هو يعدي 1 على 1، سريع ممكن يلخبط المدافعين، بيزيد جوه ال 18 والاوفرات بتاعته كويسه كمان، غير ان هو مسدد جيد لركلات الترجيح او مسدد من خارج ال 18. فانا بشوف ان هي دي التشكيل الامثل لمباراه انتر ميامي. كل التوفيق للنادي الاهلي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش الفولو واللايك والشير علشان يشوفوا اكتر عدد من الناس. سلام عليكم.